السلام عليكم الإخوان، كنتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. بغيت نشارك معكم اليوم واحد الطريقة أخرى في زرع النباتات، ولكن ماشي بالتراب، واحد الطريقة جديدة بغيت نشاركها معكم اليوم. وغادي نشارك معكم حتى الزرع ديال المطيشه اللي كنت زرعتها شحال هادي. اللي ما شافش الفيديو راه غادي يلقاه في القناه عندي. دخلوا غتلقاو كيفيه زرع الطماطم في المنزل بطريقه سهله، وغنوريكم ان شاء الله فين وصلت زعما هذيك الطماطم اللي كنت زرعت. وحتى الطريقه الثانيه لزرع النباتات غنشارك معكم خيزو والخس. هذه طريقه جديده ونتمنى ان شاء الله تجربوها. دابا غنشارك معكم الطريقه اننا كناخذوا واحد لو بول ديال الزاج بحال هكا. من الاحسن يكون الزاج ما يكونش بلاستيك باش النباتات ما يتضروش لينا، يكون بحال هكا شي زلافه عندكم في الدار هكا مكنتوش كتستعملوها، خذوها كتاخذوا هكا. بغيتو تزرعوا الخس كتاخذوا هذاك الراس الصغير هذا اللي كيكون لتحت في الخس، هذا غير كنلوحوه حنايا، اغلبيه ما كيستعملوش هذا. كتكون في الاخره ديال الخصه، هانتوما شوفوها مزيان هكا. هادي كديروها هنايا. انا اليوم غنشارك معكم الخص وخيزو حتى هادي حتى هي غير كنلوحوها ما كنستعملوهاش. حتى هي كتشدوها كديروها في القاع ديال هذاك الاناء اللي غادي نديرو فيه عمليه الزرع. اذا كنحطوا هذوك الخضر اللي غادي نستعملوهم كنحطوهم لتحت وكنزيدوا عليهم الماء هكا غير شويه صافي. غير كي يطلع الماء فوق منهم غير واحد شويه صافي، وكتخليوه وكتحطوه في واحد البلاصه اللي تكون فيها الشمس، ضاربه الشمس. حنا اليوم ما صابحش عندنا الشمس، غنحطوه في الشرجم ديال الدار، خاصو يضرب فيها الشمس مزيان ياك. وهاد الماء راه كتشربوا هذيك الخضره، ماشي تقولوا لا راه الماء غادي يبقى، لا الماء راه ما غيبقاش، راه غادي تشربوا. وبقاو كل مره نزيدوا الماء، كل مره نزيدوا الماء باش هذا راه النباتات كيطلعوا من هنايا. بحال دابا الخص ملي غادي تطلع النبته غتطلع من هنايا كتطلع واحد الوريده خضراء. وحتى الخيزو حتى هو وحتى الفلفله، الا بغيتو تجربوا حتى في بفلفله، هذاك الراس الفوقاني ديال الفلفله اللي كتكون فيه واحد بحال واحد العود خارج، هذاك هو اللي كنستعملو، كناخذوه وكنحطوه تما وكنزيدو عليه الماء وكتحطو في واحد البلاصه اللي تكون مشمشه صافي وكتخليوه. انا من بعد غادي ملي غتبدا تكبر النبته ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ولات. وهذه الحاجه اللي كنت شاركتها معكم ها هي تبارك الله بدات كتنوض، بدات كتعطي الثمار ديالها. ماشي باقي ما وصلناش للثمار، ولكن المهم بدات كتنوض ان شاء الله. نخليها هذا دابا شهر تقريبا باش زرعتها، غنخليها واحد 3 شهور بحال هكاك ونرجع نصور لكم واش بدات كتعطي الغله ديالها او لا باقي. المهم هادو من بعض الطرق اللي كنستعملهم انا في الزراعه. وعاد عندي مازال الخبيزه وهذا واحد النبته كنسى سميتها. المهم تنعاود نقول لكم السميه ديالها، انا راه كنساها. مخينزه، المخينزه حتى هي عندي الخبيزه والمخينزه هنايا، انا نشاركهم معكم زوينين حتى هما. وكنتمنى الا حتى نتوما عندكم شي موهبه بحال هكا ديال غرس النباتات او عندكم شي افكار اخرين، نتمنى تبارطاجيوهم معايا وتعطوني الراي ديالكم في هذا الشيء، في الموهبه ديالي زعما. يلا بسلام عليكم ونخليكم على خير.